سيدي المحترم، لم تقرأ المادة 111 من قانون المحاكم المالية جيدا. لو قرأت هذا وجدت أن الفقرة الأولى تنص على أنه لا تحول المتابعات أمام المجلس دون ممارسة الدعوى التأديبية والدعوى الجنائية، أي إنه يمكن الجمع بين الدعوى الجنائية والدعوى التأديبية وأيضا المتابعات أمام المجلس. إذا قرأت القانون جيدا ستجد أن تلك صلاحيات الوكيل العام للمجلس الأعلى للحسابات، وتلك صلاحيات وزير العدل والحريات، ولا مجال للقول بمصادرة صلاحيات لفائدة صلاحيات. أما وأنك سيدي تحدثت بهذا القول الغليظ اللي هو الانتقائية، مرة أخرى أتحداك وأتحدى كل من يتحدث عن الانتقائية أن تراقبوا الأداء ديال وزير العدل والحريات. لماذا لا تتجرؤوا على تشكيل لجنة تقصي الحقائق لنقف على كل ملفات ملفا ولنقف هل هناك ثمة انتقائية؟ هل هناك تمييز بين فريق الحزبي وفريق الحزبي؟ أقول لكم إنكم قد مسكتم من اليد ومن الجانب الذي يضركم في جسدكم الحزبي وهو الفساد. وأقول لكم حضرات السيدة والسادة أن الجسد الحزبي سيد الرئيسة، السيدات والسادة النواب، لا اسمع، السيدات والسادة النواب، السيدات والسادة النواب، سيد الرئيسة أرجو عدم احتساب الوقت الذي تم تضييعه من طرف السادة النواب على حساب وقت سيد الوزير. تفضل سيد الوزير. أقول سيدة الرئيسة وأقول للجميع إن الجسد الحزبي كالجسد البشري يفرز الأوساخ بشكل طبيعي، ويحتاج الإنسان أن يذهب إلى الحمام ليتخلص من الأوساخ. الجسد الحزبي يحتاج أن يلج باستمرار حمام المحاسبة الذاتية والتخليق الضروري للتخلص من الكائنات الانتهازية والنفعية. أنبه إلى أن الإنسان الذي لا يتخلص من أوساخه فإنه مع الزمن تتكاثر الأوساخ وتصبح مع مروره قاذورات وميكروبات وفيروسات تؤدي في النهاية إلى هلاك الكائن الحزبي. شكرا. شكرا سيد الوزير. نقطة نظام سيد السيدة الرئيسة، للأسف واش نقطة نظام سيد؟ نقطة نظام نعم، لأنها تتعلق بطريقة تسيير الجلسة والتسيير فيها السؤال والجواب. إذن فاحنا للأسف أننا انتقلنا من يعني من اللغة التشريعية السياسية إلى لغة الحمامات، إلى لغة الحمامات والكسالات. نعم فأعتقد هناك أجساد وسخة تحتاج إلى تنظيف، وهناك أفواه وسخة تحتاج إلى تنظيف. فلذلك أقول سيدة الرئيسة نعم، لتكون الجرأة للحكومة وللسيد الوزير المحترم أن يخرج الملف مكناس. سيد الرئيس لو سمحت. السيد الرئيس شكرا سيد الرئيس. نقطة نظام تتعلق بالتسيير ولا بمقتضيات النظام الداخلي. شكرا. ننتقل السيدات والسادة النواب لو سمحت، ننتقل شكرا السيدة الرئيسة. غير في اطار التنبيه على عنده حق في نقطة نظام، كيف الديمقراطية هذه
الحكومة تنبه، لا حق لك في المقاطعة، هذا هو اللي مؤكد. سيد الوزير، أنا السيد الرئيس ننبه الرئاسة المحترمة بأن مقاطعة السادة الوزراء ليست من أخلاق هذا المجلس ولا العلاقات بين الحكومة والبرلمان. سيد الوزير، النظام الداخلي نقطة نظام مادة 103. سيد الوزير، اللي هو رفع الجلسة. السيد الوزير، السيد الوزير لو سمحت. غير قانوني. أنا أنبه الرئاسة إلى أن مقاطعة الوزراء ليست عملا قانونيا. مقاطعة الوزراء ليست عملا قانونيا. صار بالبال السيد ولهذا السيد الرئيس السيد الوزير لو سمحت. السيد الوزير، عبرت على الفكرة. السيد الوزير لو سمحت. السيد الوزير لو سمحت. صافي، عبرت على الفكرة. مقاطعة. صافي سيد الوزير. سيد الوزير، سيد الوزير، نواصل. نقطة نظام مؤطرة ب واش انا نقدر